النادي الاهلي دلوقتي مش هينفع معاه حد غير حسام البدري، او انهم يرجعوا كابتن سيد عبد الحفيظ. اللعيبه دي لازم حد في الجهاز يحسسهم ان هم مش نجوم، ومفيش غير الاتنين دول هم اللي هيحسسوهم بكده. الفرقه دلوقتي مش محتاجه مدرب تكتيكي، محتاجه مدرب يحسسهم ان هم مش نجوم. وطبعا كلنا عارفين الكابتن حسام البدري هيبص لهم البصه هيخافوا منه. اللعيبه عايزه كده دلوقتي، او طبعا الكابتن سيد عبد الحفيظ. انما دلوقتي انت قاعد بتدور على مدربين اجانب، والله حتى لو مدربين جامدين وتكتيكيين جامدين، المشكله في روح الفانيله الحمراء دلوقتي. المشكله ان لازم حد يحسسهم ان انت بتلعب في نادي الاهلي، ان انت مش نجم. النادي الاهلي ما فيهوش نجوم، زي الكابتن مانويل جوزيه سمان لما كان بيقول لهم بصوا للسماء هتلاقوا النجوم، النجوم مش على الارض، النجوم في السماء، مفيش فيكم نجم. ده اللي احنا عايزينه، مش عايزين مدرب اسم. لو جوارديولا ذات نفسه دربنا مش هنعمل حاجه. المشكله في فكر اللاعب دلوقتي مش في المدرب. اي نعم المدرب اللي فات كان بطيخ وما ينفعش اصلا، فكان بطيخ واللعيبه بطيخ فالدنيا باظت. انما دلوقتي لازم مدرب عنده شخصيه النادي الاهلي، لازم مدرب ابن من ابناء النادي الاهلي، عارف النادي الاهلي كويس. النادي الاهلي لو ما جابش الكابتن حسام البدري او الكابتن سيد عبد الحفيظ، الاهلي مش هيكسب حاجه، هيبقى عوضنا على ربنا في الدوري وفي افريقيا وفي اي بطوله هندخلها. مش عايزين مدربين اجانب، احنا عايزين مدرب ابن من ابناء النادي الاهلي. سلام.